كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهارده فتحت العدسة، عايزة اكلمكم عن حاجة في رمضان كلنا بنتكلم عنها وبنعاني من اثارها. النوم في رمضان، احنا كلنا دايما بنسأل في بداية رمضان: انت هتنام بعد الفطار ولا هتفضل صاحي لحد السحور؟ طب انت هتنام بعد السحور ولا هتفضل صاحي لحد ميعاد الشغل؟ دايمًا كلّنا بنقعد نفكّر هنعمل إيه في فترات النوم بتاعتنا في رمضان بالذات، لإنه بيبقى في فترة صغيّرة بعد الفطار لحد السحور، بيبتدي الإنسان إن هو يعني عنده فيها نشاطات كتير، إن هو صلاة التراويح وقراءة القرآن، وطبعًا لو حد بيتابع مسلسلات أو بيتفرّج على التلفزيون أكيد، فبيبقى في وقت معيّن بعديه بيبقى السحور، فأنا باخد وقت في السحور، السحور دوّة بيبقى من وقت الليل اللي هو وقت النوم الطبيعي بتاعنا. فبيبتدي يحصل لخبطة في وقت النوم. كمان بعد السحور بيبقى الناس اللي بتشتغل أو عندها مدارس أو كليات، بيبتدي إن أنا أفكّر أنا هانام وبعدين أقوم على ميعاد الشغل أو على ميعاد المدرسة أو على ميعاد الجامعة بتاعتي، والّا أفضل صاحي لحد ميعاد الشغل أو المدرسة أو الجامعة بتاعتي. لإنه طبعًا في ناس تبقى بتقول لأ مش هاقدر أقوم، أنا هانام ومش هاقدر أقوم للكلية بتاعتي أو للميعاد بتاعي بتاع الصبح، فأنا هافضل صاحي ومكمّل اليوم لحد الفطار. في ناس بتنام بعد الفطار على طول علشان يعني تصلّي التراويح وتنام على طول، بحيث إن هي تقدر تقوم على السحور، ما تبقاش قايمة تعبانة في السحور. في ناس بتفضل صاحية لحد السحور، يعني في أشكال مختلفة من طريقة التعامل مع جدول النوم بتاعنا في رمضان. فعشان كده يعني في وقت رمضان ده هو أكتر وقت بيكون فيه مثار الأسئلة دي. فده كان وقت مناسب إن أنا أكلمكم فيه عن دراسة اتنشرت سنة 2021 في مجلة Sleep Health صحة النوم، بتتكلم عن الموضوع ده. طبعًا إحنا عارفين إنه من زمان جدًا الناس بتدرس موضوع النوم دوّة، وفي دراسات كتير جدًا حصلت على النوم وعلى فكرة النوم، إزاي الإنسان بيحلم مثلًا أو إزاي الإنسان بيستفيد من النوم، إزاي النوم بيكون له تأثير على جسم الإنسان، على أدائه، كفاءة الأداء بتاعه، على الذاكرة بتاعته، على مزاجه العام، على صحته الجسدية والعقلية كمان. في دراسات كتير اتعملت عن الموضوع ده، لإن النوم هو حاجة مهمة للإنسان، وحاجة بتفرق جدًا، جدًا، جدًا في حياته. يعني إحنا عارفين الحكمة أو القول الشهير اللي بيقول من زان نومه زان يومه. الإنسان لمّا بيضبط النوم بيضبط اليوم بتاعه. ف دراسات كتيرة اتعملت على الموضوع ده. في مجموعة من الباحثين أو العلماء فكّروا في فكرة تقييد النوم، أو سمّوه النوم متعدد الأطوار. إيه فكرة النوم متعدد الأطوار دي؟ هم شافوا إنه بالدراسة النوم يعني الناس العلماء لمّا درسوا النوم لقوا إنه النوم بينقسم لعدة مراحل أو عدة دورات، بتكون عبارة عن حركة نوم حركة العين السريعة، ونوم حركة العين غير السريعة. وطبعًا أكيد أنتم سمعتوا عن حاجة زي كده، إن في فترة بيكون فيها النوم أعمق بشدة، بتكون فيها هي دي بيكون فيها الأحلام. العلماء بتوع فكرة النوم متعدد الأطوار أو تقييد النوم قالوا إذا كان في مرحلة من النوم هي المرحلة الأعمق، هي المرحلة اللي بتكون الإنسان بيبقى فيها أكثر تعافيًا لمّا بيحصل عليها. إذا كان في مرحلة كده المرحلة التانية ما هياش بنفس الوصف ده، يعني ما هياش الأعمق، ما هياش أكثر المراحل اللي الإنسان بيحصل فيها على التعافي أو الكفاءة بتاعته فيها، فليه إحنا ما ناخدش المرحلة دي بس من النوم؟ ليه بقى هم فكّروا في كده؟ قال لك إن النوم ده بيهدر الوقت، إحنا بنبقى محتاجين عدد الساعات ديّة في إن إحنا الإنسان يزوّد الإنتاجية بتاعته، إن الإنسان يواصل العمل بتاعه، إن الإنسان يشوف نشاطات حياته، لإن النوم ده بيضيّع الوقت. فإحنا ليه ناخد كل الوقت دوّة في النوم، إذا كان النوم مقسّم أصلًا إلى دورات وهي دورة واحدة بس هي الدورة المهمة في النوم. ده في اعتقادهم، في اعتقاد الناس اللي اتكلّمت في الفكرة بتاعة تقييد النوم دي أو النوم متعدد الأطوار. ففكّروا إنه الدورة الأولانية اللي هي بتبقى أكثر عُمقًا، اللي هي بتبقى الإنسان بيكون فيها أكثر تعافيًا حسب ما هم يعني شافوا إن الدورات التانية مش مهمة. قالوا إن هي بتكون من 80 ل120 دقيقة تقريبًا، بتكون الدورة الأولانية بتاعة النوم. ففكّروا إن هم علشان يزوّدوا كفاءة النوم إن هم يعملوا جدولة للنوم. إزاي؟ إن الإنسان ينام فيحصل على الساعات الأولى من النوم اللي هي بيبقى فيها أكثر عُمقًا وأكثر كفاءة وأكثر تعافيًا، اللي هي من 80 ل120 دقيقة، وبعدين بمُحفّز خارجي يصحى الإنسان، يعني منبه أو حد بيصحّيه، إن هو مُحفّز خارجي، لإن الإنسان مش هيصحى تلقائي من نَفْسه بعد المدة دي. مُحفّز خارجي يصحّيه، يبتدي الإنسان يمارس حياته طبيعي، وبعد كده يرجع ينام تاني دورة تانية من النوم برضه من 80 ل120 دقيقة، اللي هي الفترة الأولى من النوم، وبعد كده يحصل مُحفّز خارجي يصحّيه.
لحد ما الإنسان يكمّل عدد ساعات النوم بتاعته اللي هي بتكون مناسبة ليه عن طريق النوم المتقطع كده أو المتجزئ، اللي هو عبارة عن جدولة لفترة النوم بتاعته. طبعًا لو حد بيعمل الحركة دي في رمضان، إن هو بينام ساعتين مثلًا قبل الفطار بعد ما يرجع من الشغل بتاعه أو من الجامعة بتاعته أو المدرسة، وبعدين يصحى يفطر ويصلي تراويح، وبعد كده ينام ساعتين كمان، وبعدين يصحى على السحور، وبعد كده يرجع ينام ساعتين تاني لحد وقت الشغل، فهو كده نام نوم متقطع، دورات متقطعة. لو حد بيعمل الحركة دي هيقدر يعرف الحاجة اللي إحنا هنتكلم عنها في الدراسة بتاعتنا النهارده، هيقدر يحس بالحاجات اللي إحنا هنشرحها في الدراسة بتاعتنا النهارده. هو دي نفس الفكرة اللي عملها أصحاب النوم متعدد الأطوار أو أصحاب تقييد النوم، أصحاب الفكرة ديّة، وقال لك إن إحنا محتاجين بس الساعات الأولى من النوم علشان نحصل على نوم كفاءته عالية، ونحصل على ساعات نقدر إن إحنا نتعافى فيها، وإن الجسم فيها يكون أداؤه أحسن، ويكون الإنسان مزاجه أحسن، لإنه بيحصل على خلاصة النوم زي ما بيقولوا كده، بيحصل على خلاصة النوم أو على الساعات المهمة في النوم. ابتدت الدراسة بقى اللي إحنا بنتكلم عنها النهارده اللي اتنشرت في سنة 2021 في مجلة Sleep Health، إنها تناقش الفكرة دي، تناقش فكرة النوم متعدد الأطوار أو تقييد النوم. قبل ما أقول لكم الدراسة ناقشت الفكرة دي إزاي ووصلوا لإيه في الآخر، عايزة أقول لكم إن الطريقة بتاعة النوم دي، النوم المجزأ ده أو المتقطع دي طريقة نوم الطيور، الطيور بتنام بهذا الشكل، وطريقة نوم بعض الثدييات، وكمان في البني آدمين دي طريقة نوم الرضع. يعني لو حد عنده طفل صغير هيلاقي بيرضع رضيع، يعني هيلاقي إن دي طريقة النوم بتاعته، إن هو بينام على فترات متقطعة، مش زي الإنسان البالغ الراشد الكبير اللي بينام فترة طويلة كاملة دورة واحدة علشان يقوم بأدائه كويس وكفاءته كويسة في العمل بتاعه في إنتاجيته. بنلاقي الأطفال الرضع فعلًا بيعملوا كده، علشان كده لإن دي طبعًا فكرة مش صحيحة، وهنعرف دلوقتي في الدراسة بتاعتنا النهارده اللي هي ناقشت فكرة تقييد النوم أو النوم المتقطع دوّة، عشان نعرف إن هي فكرة مش صحيحة، إن الأم بتبقى متضررة جدًا من طريقة النوم بتاعة الطفل الرضيع ديّة، في حين إن الطفل نفسه دي طريقة النوم العادية بتاعته، إن هو بينام بشكل متقطع بهذا الشكل، لكن الأم لإنها شخص كبير، بني آدم كبير وبالغ، بتبقى في صعوبة كبيرة عندها إنها تنام بالشكل دوّة، إنها تنام نوم متقطع، وبتبقى كفاءتها بتنزل بشكل كبير، بيبقى أدائها مش سليم في شغلها أو في إنتاجيتها في حياتها، بيبقى مزاجها كمان مش رايق، كمان ده بيأثّر على الذاكرة بشكل كبير جدًا، فده يعني أطفال الرضع والأم ده بيوضّح التباين ما بين الفكرتين، النوم المتقطع عند بعض الكائنات زي ما قُلنا الطيور وبعض الثدييات، والأطفال الرضع هو الطبيعي عندهم، يعني الطفل الرضيع ما بيبقاش محتاج محفّز خارجي علشان يصحى، المنبه ما بيرنش عشان يصحّيه أو ما حدش بيصحّيه، هو تلقائي بيصحى بعد فترة النوم الدورة اللي هو بياخدها علشان ينام ويصحى بعد كده، وبعدين يدخل في الدورة التانية، ده تلقائي بيحصل. بالنسبة للطيور ده برضه تلقائي بيحصل، تلقائي بيحصل إن هُم عندهم دورات للنوم، إنما الإنسان البني آدم البالغ الكبير ما عندوش كده، المفروض إن هو ينام فترة واحدة، دورة واحدة، فترة نوم كافية له علشان يقدر إن هو يقوم يمارس مهامه بشكل كويس وبكفاءة عالية وبإنتاجية كويسة. الدراسة بقى اللي بنتكلم عنها النهارده بدأت إنها تناقش الفكرة دي علشان تشوف، طب يعني إحنا مش هنرفض الحاجة كده أول ما تتقال لنا، لازم نعمل عليها دراسة، لازم نبحثها علشان نعرف هي فعلًا مناسبة للإنسان والّا لأ. بدأوا الأول الدارسين يشوفوا الكفاءة بتاعة النوم بتأثّر على إيه في الإنسان. بتأثّر على كفاءة الإنسان في أدائه في عمله، بتأثّر على إنتاجيته، بتأثّر على مزاجه، بتأثّر كمان على recall التذكُّر، الذاكرة، يعني لو حاجة هو بيحاول يفتكرها أو بيحاول يشوف أنا شِلت فين دي أو أنا في حد قال كلمة قدّامي مش قادر أفتكرها، عملية الrecall دي أو التذكُّر بتأثّر عليها جودة النوم وفترة النوم السليمة. لقوا إن أحسن فترة الإنسان بينام فيها هي فترة الليل، الظلام. الظلام هو أحسن فترة الإنسان بيحصل فيها على نوم كويس علشان يكون بصحة جيدة لمّا يحصل على فترة النوم دي، وبتكون دي أفضل كفاءة للنوم عند الإنسان، دي بتكون من 11 ل12 ساعة تقريبًا مجرد ما الدنيا بتليل أو الظلام بيدخل لحد ما بيبتدي يحصل شروق أو بيحصل أول ضوء للشمس. ابتدوا يشوفوا المزارعين إن هم لمّا بيصحوا بدري جدًا، المزارعين في أماكن الريفية أو كده بيصحوا بدري جدًا، بيبتدوا يمارسوا مهامهم، ومع دخول الليل أو الظلام بيبتدوا إن هم يناموا، ويقوموا تاني يوم برضه مع ظهور أول شعاع للنور أو أول ما الدنيا تبتدي تنوّر في الصباح الباكر جدًا، لقوا إن إنتاجيتهم بتكون أعلى إنتاجية، لقوا إن هم أدائهم بيكون ممتاز، لقوا إن هم مزاجهم بيكون في أحسن حالاته، عملية الذاكرة بالنسبة لهم بتكون ممتازة جدًا،
لكن لمّا ظهر الضوء الاصطناعي، النور الكهربا في الأماكن الريفية دي أو في الأماكن الزراعية، بدأ إن المزارع يتأثّر في النمط بتاع النوم بتاعه، النمط المعياري أو النمط الاعتيادي اللي هو متعوّد عليه في النوم، فبدأ إن هو بيأخّر وقت نومه شوية عن دخول الظلام، يعني الظلام لمّا بيدخل بالشكل الطبيعي، لمّا الدنيا بتليل، لمّا بيحصل ليل، هو عنده النور الصناعي، فبيبتدي إن هو يكمّل شغل أو يكمّل إنتاجيته أو يكمّل نشاطاته في الحياة، فبيتأخّر شوية في النوم، لكن بيصحى الصبح عادي الصبح، لكن بيتأخّر شوية في النوم، فما بيحصلش على كمية كافية من النوم أثناء الظلام، أثناء الليل، حتى لو هو صحي متأخّر بعد الدنيا ما تنوّر يعني، الوقت اللي بعد الدنيا ما بتنوّر فيه ده ما بيدّيهوش نفس الكفاءة بتاعة إن هو بينام فيه كل ساعات الليل أو كل وقت نومه بيكون في الظلام أو بالليل. فابتدى إن الإنتاجية بتاعة المزارعين تتأثّر، ابتدى إن كفاءتهم تتأثّر في العمل، ابتدى إن مزاجهم يكون مش في أحسن حالاته، ابتدت برضه عملية الذاكرة ديّة تتأثّر بشكل طبعًا بسيط، لإنه بيبقى عدد الساعات اللي هو خسرها في الظلام مش كتيرة. وفي الوقت دوّة ظهرت أهمية فكرة القيلولة عند المزارعين، إن هم بياخدوا ساعتين بعد الضهر بيناموا فيهم، ولكن طبعًا الأفضل يعني الدراسة لقت إن الأفضل إن هم يناموا كل وقت نومهم في دورة واحدة أثناء ساعات الليل، لكن القيلولة دي بتضبط شوية اليوم بتاعهم إن هم بياخدوا وقت من النوم في وقت بعد الضهر. ورغم إن العادة بتاعة القيلولة دي انحصرت شوية في المجتمعات الصناعية والزراعية بعد دخول النور الاصطناعي أو الكهربا زي ما قُلنا، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية الدراسة بتقول إن تِلت البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالوا بيواظبوا على العادة دي، إن هم بياخدوا القيلولة أو تقريبًا ساعتين أو 3 ساعات نوم بعد الضهر. زي ما قُلنا البحث اللي إحنا بنتكلم عنه النهارده بدأ إن هو يشوف الفرضية بتاعة النوم متعدد الأطوار أو تقييد النوم ده. ابتدى إن هو يعمل تجربة على بعض المتطوعين، ده تم على مجموعتين، مجموعة عملوا تقييد للنوم بتاعهم بدل ما تكون دورة واحدة، هم قالوا إن الحاجة المثالية أو الideal إن هو تكون وقت النوم دورة واحدة أثناء الليل، أثناء فترة الظلام من 6 ل9 ساعات. فبدأوا إن هم يعملوا تقييد لعدد الساعات ديّة بتاعة النوم، بدأوا إن هم يعملوا فاصلة كل 14 ساعة، يعني الإنسان ينام على دورتين كل 14 ساعة. مش دورة واحدة. كمان المجموعة التانية بدأوا إن هم يخلّوا الإنسان ينام برضه دول متطوعين إن هم هيتم عليهم الدراسة دي، إن هم يناموا ساعة واحدة كل 3 ساعات، ساعة واحدة كل 3 ساعات، وابتدوا إن هم يشوفوا كفاءة النوم عند كل من المجموعتين. المجموعة الأولانية اللي هم عملوا دورتين بس للنوم كل 14 ساعة، سجّلوا 90% كفاءة في النوم، إن هم بيدخلوا في النوم بسهولة، إن هم بيناموا نوم مستقر ومُريح، إن هم بيقوموا بعد كده أدائهم كويس، مزاجهم كويس، مش حاسين بالتعب ولا الإرهاق وحالتهم الصحية والبدنية والعقلية كويسة، فسجّلوا 90% كفاءة للنوم في الحالة الأولانية، اللي هم كانوا دورتين بس. الحالة بتاعة الدورات المتقطعة دي اللي هم بيناموا ساعة واحدة كل 3 ساعات في اليوم، سجّلوا كفاءة في النوم 56%، شايفين الانخفاض عامل إزاي؟ 56% كفاءة في النوم. كمان عملوا تجربة تانية علشان يشوفوا قد إيه النوم المتقطع ده ممكن يأثّر على الإنسان تأثير سلبي، إن هم جابوا مجموعة من البحارة وطبعًا استعنتهم بالبحارة لإن حياة المهنية أو الحياة العملية بتاعة البحارة لها فكرة إن هي بيبقى متأثّر النوم بتاعهم شوية، ده اختلاف الأماكن اللي بيسافروا فيها بتبقى وقت الليل مختلف عن وقت النهار حسب المكان اللي هم سافروا إليه أو متواجدين فيه أو بيمرّوا فيه في البحار، اختلاف استقرار النوم بتاعهم كمان على السفن، فهُم already الناس البحارة دول يقدر إن إحنا نتكلّم في عدد ساعات النوم بتاعتهم، نقدر إن إحنا نقيس عليهم وبتبقى الدراسة معاهم flexible مرنة إن أنا أقدر أغيّر عدد ساعات النوم وأقدر أقيس عليها نتيجة ده بيكون عامل إزاي. فابتدوا إن هم اختاروا مجموعة من المتطوعين من البحارة وقسموهم لمجموعتين، المجموعة الأولانية كانوا بيناموا 60 دقيقة نوم قدام 160 دقيقة استيقاظ، وكانت مدة التجربة 40 ساعة، يعني 60 دقيقة نوم و160 دقيقة استيقاظ، وبعدين 60 دقيقة نوم تاني و160 دقيقة استيقاظ لحد ما نعدّي 40 ساعة، يعني تقريبًا كانت دورات النوم حوالي 13 أو 12 دورة مثلًا خلال ال40 ساعة دي. المجموعة التانية حرموهم من النوم تمامًا لمدة ال40 ساعة دول. تصدقوا إن البحارة اللي ناموا 60 دقيقة واستيقظوا 160 دقيقة وحصل تقطُّع في النوم كده، عملوا تقييد للنوم أو نوم متعدد الأطوار زي ما إحنا قُلنا عملوه دورات بالشكل ده أكتر من 12 دورة، المجموعة دي سجّلت أداء أسوأ
في الإنتاجية بتاعتها أو في مهامها المهنية، سجّلت مزاج أسوأ، سجّلت أداء أسوأ في التذكُّر أو في اختبارات الذاكرة عن المجموعة اللي اتحرمت من النوم تمامًا طول ال40 ساعة دول. يعني تخيّلوا إن المجموعة اللي نامت النوم المتقطع دول كان الضرر عليهم أو التأثير السلبي عليهم أكتر من اللي اتحرموا من النوم. وبكده الدراسة ديّة دحضت فكرة تقييد النوم أو النوم متعدد الأطوار بدراسة عملية، إن هم شافوا إن ده له تأثير سلبي جدًا على الإنسان، على الصحة البدنية ليه، على الصحة العقلية ليه، على الذاكرة، إن هو ما بيقدرش يعمل recall للحاجة، إن هو يفتكر حاجة أو يفتكر كلام أو يفتكر موقف حصل. على المزاج العام بتاع الإنسان بيكون متأثّر تأثير شديد جدًا، بيكون مزاج سيء جدًا لو نام نوم متقطع بهذا الشكل. وبالتالي هو بيبقى له تأثير سيء عليه زي ما قُلنا في صحته، في تفكيره، في الصحة العقلية ليه، في الصحة البدنية والذهنية ليه، وبالتالي هو إنتاجيته ما بتبقاش أحسن حاجة. وهي النقطة اللي كان بيتكلم عنها دُعاة فكرة تقييد النوم أو فكرة نوم متعدد الأطوار ده، إن الإنسان ليه ما يستفيدش بس من الجزء المهم في النوم، وياخد العدد الساعات التانية دي بتاعة النوم إن هو يستغلها في الإنتاجية، أو إن هو يقوم بيها بالنشاطات المهنية بتاعته علشان يحسّن أداؤه، علشان يحسّن إنتاجيته. بالعكس التقييد في النوم ده أو النوم المتقطع أو المتجزئ ده بيخلّي كل حاجة في أداء الإنسان بتتأثّر، وبالتالي بيأثّر على إنتاجيته، بيأثّر على عمله، بيأثّر على أدائه في المهنة بتاعته، وبذلك إحنا ما نكونش حققنا الغرض من فكرة النوم المتقطع دي. بالعكس إحنا ضرّينا الجسم، ضرّينا الإنسان، ضرّينا صحته، ضرّينا عقله، وحصلنا على إنتاج منخفض وأداء منخفض، كفاءته منخفضة جدًا في حياته المهنية. علشان كده الشيء الطبيعي اللي إحنا يعني الفطرة بتاعة الإنسان إن هو ينام دورة واحدة فقط، إن هو ينام من 6 ل9 ساعات أثناء الليل في الظلام، هو ده أمثل نمط الإنسان يقدر يحصل فيه على نوم كفاءته عالية جدًا، جدًا، علشان بعد كده يقدر إن هو يكون كفاءته في حياته المهنية، في إنتاجيته أحسن، ويكون مزاجه العام أحسن، ويكون عمليات الذاكرة والتذكُّر عنده أحسن بكتير. علشان كده إحنا لازم نحافظ على نومنا، لازم نعرف إن النوم ده حاجة مهمة جدًا. النوم الوقت اللي أنا باحصل عليه على النوم الكافي ليّا ده هيأثّر بعد كده على حياتي. إن أنا أحصل على دورة واحدة في النوم من 6 ل9 ساعات في فترة الليل أو في فترة الظلام، هو ده اللي هيدّيني أعلى كفاءة في النوم، هو ده اللي أنا هاقدر بعد كده أمارس بيه حياتي في أثناء النهار بشكل كويس، بمزاج كويس، بإنتاجية كويسة. ونفتكر إنه دايمًا إنه النوم ده شيء مهم، هو مش شيء ثانوي ولا هو رفاهية ولا إحنا بنضيّع وقتنا لمّا بننام، لأ، إحنا بس ننام الوقت الصح اللي يدّينا بيه كفاءة نوم كويسة، علشان نقدر بعد كده إن إحنا الساعات اللي هنصحاها أثناء النهار دي نستغلّها أحسن استغلال. ودايمًا خلّيكم فاكرين إن من زان نومه زان يومه.